هل تعلم أن هناك قارة بأكملها شبه محظورة على البشر؟ نعم، إنها أنتاركتيكا، القارة القطبية الجنوبية. ليست مجرد جزيرة، بل كتلة يابسة ضخمة تغطيها الثلوج، وهي أكبر من أوروبا بأكملها. تخيل معي، 88% من سطحها عبارة عن جليد يصل سمكه في بعض الأماكن إلى ما يقرب من 5 كيلومترات. هذا الجليد يحتوي على حوالي 70% من المياه العذبة في العالم. لكن الجزء الأكثر غرابة هو أن أنتاركتيكا تعتبر أكبر صحراء في العالم. نعم، صحراء، لأنها تتلقى كمية قليلة جدا من الأمطار أو الثلوج سنويا. على الرغم من برودتها القاسية، إلا أنها موطن لكائنات مذهلة مثل طيور البطريق والفقمات والحيتان. هذه القارة ليست ملكا لأي دولة، بل هي محمية بموجب معاهدة دولية مخصصة للسلام والبحث العلمي فقط. عالم غامض وجميل في أقصى جنوب الأرض. تابعوا الفيديو للأخير، ستكتشف عجائب ومعلومات غريبة عن هذه الجزيرة لم تسمعها من قبل. مرحبا بكم في رحلة إلى أنتاركتيكا، القارة المتجمدة الجنوبية التي تعتبر أكبر جزيرة متجمدة في العالم. ليست جزيرة تقليدية، بل قارة كاملة تغطيها الجليد، وهي أبرد وأجفف وأعلى مكان على الأرض. مساحتها حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة أوروبا. هنا لا توجد دول دائمة، بل محطات بحثية من دول مختلفة، وهي محمية بموجب معاهدة أنتاركتيكا منذ 1959 لأغراض سلمية فقط. في هذا الفيديو سنغطي كل شيء عنها بالتفصيل، من جغرافيتها إلى حياتها البرية وتحدياتها. تقع أنتاركتيكا في القطب الجنوبي، محاطة بالمحيط الجنوبي، وتبعد عن أقرب قارة أمريكا الجنوبية بأكثر من 2000 كيلومتر. درجة الحرارة المتوسطة هنا تصل إلى 50 درجة مئوية في الشتاء، وهي أبرد من أي مكان آخر. جغرافياً، أنتاركتيكا عبارة عن هضبة جليدية هائلة، حيث يصل سمك الجليد إلى 4 كيلومترات في بعض المناطق. تحت هذا الجليد توجد جبال ووديان، مثل جبال ترانس أنتاركتيكا التي تمتد 350 كيلومتر. المناخ قاس، رياح تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة، وهطول أمطار قليل جدا، أقل من 50 ملم سنويا. هناك نوعان من المناطق: المناطق الساحلية الأكثر دفئا نسبيا حوالي 10 درجات، والمناطق الداخلية القطبية الباردة. أنتاركتيكا تحتوي على 70% من مياه العالم العذبة في شكل جليد. إذا ذاب كل هذا الجليد سيرتفع مستوى البحار ب58 مترا. المناخ يتغير بسبب الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد وانهيار الشواطئ الجليدية مثل لارسن. تاريخياً، اكتشفت أنتاركتيكا في القرن ال18 من قبل البحارة الأوروبيين، لكن الاستكشاف الحقيقي بدأ في القرن ال20. في 1911 وصل الرحالة النرويجي روالد أموندسن إلى القطب الجنوبي أولاً، متغلباً على البريطاني روبرت سكوت الذي مات في الطريق. اليوم هناك أكثر من 40 محطة بحثية دائمة، مثل محطة ماكموردو الأمريكية، حيث يعمل آلاف العلماء. الوصول إلى أنتاركتيكا يتطلب سفناً خاصة أو طائرات، ويمنع السياحة غير المنظمة للحفاظ على البيئة. معاهدة أنتاركتيكا تحظر الاستغلال العسكري أو التعدين، لكنها تسمح بالبحث العلمي. رغم البرد القارس الذي يصل إلى 50 درجة مئوية، أنتاركتيكا ليست صحراء ميتة، بل موطن لأكثر من 100 نوع من الحيوانات، معظمها بحرية أو مرتبطة بالمحيط الجنوبي الغني بالعوالق والأسماك. هذه الحيوانات تتكيف بطرق مذهلة مع الظروف القاسية، حيث تعتمد على الهجرة السنوية، التكاثر في الشتاء، والصيد في المياه المفتوحة. لكن التغير المناخي يهدد هذا التوازن، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد ونقص الغذاء. إنما نستكشف أبرز الحيوانات، نمط عيشها، وأغرب الظواهر في هذه القارة المتجمدة. أشهر سكان أنتاركتيكا هو البطريق الإمبراطوري، الذي يعيش في مستعمرات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف. نمط عيشه فريد. في الشتاء القارس يمشي آلاف الكيلومترات على الجليد للتكاثر،
حيث يحمل البيض على أقدامه لمدة شهرين دون طعام. يفقد وزنه بنسبة 50%. يصطاد الأسماك والقشريات في المحيط ويغوص إلى عمق 500 متر، لكن ذوبان الجليد يقلل من مساحات التكاثر مما يهدد بقائه. بالإضافة إلى البطريق، هناك أنواع أخرى مثل البطريق الأديلي الأصغر حجماً الذي يعيش في مستعمرات أكبر ويصطاد في مجموعات، والبطريق الجينتو الذي يغوص إلى عمق 100 متر. في المياه تسبح الفقمات مثل فقمة اللبود التي تزن حتى 4 أطنان وتأكل 100 كيلوغرام من السمك يومياً، وفقمة الفراء التي تسبح آلاف الكيلومترات للهجرة. نمط عيشها يعتمد على الدهون للحفاظ على الحرارة، وتتكاثر على الشواطئ الجليدية. الحيتان هي ضيوف كبار. الحوت الأزرق أكبر حيوان على الأرض، يهاجر إلى أنتاركتيكا ليأكل العوالق، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 30 متراً ووزنه 200 طن. الحوت القاتل الأوركم يصطاد في مجموعات ويستهدف حتى الفقمات على الجليد. نمط عيشه يشمل هجرة موسمية، حيث يغطي آلاف الكيلومترات ويستخدم الصدى للتنقل في المياه الداكنة. الطيور أيضاً حاضرة. النورس الجنوبي يطير آلاف الكيلومترات من أستراليا ليصطاد الأسماك، والبطاريق الطائرة مثل البطريق الملكي تعيش في المناطق الساحلية. أغرب الظواهر هنا تشمل الشفق القطبي الذي يضيء السماء بلون أخضر وأحمر بسبب الرياح الشمسية، ويرى بوضوح في الشتاء. كما توجد براكين نشطة تحت الجليد مثل جبل إريبوس في جزر روس الذي ينفث بخاراً ويذيب الجليد من الأسفل، مما يخلق بحيرات ساخنة تحت السطح. أماكن مثيرة تشمل بحيرة فوستوك، أكبر بحيرة تحت الجليد في العالم، محاصرة تحت 4 كيلومترات من الجليد لملايين السنين، وتحتوي على ميكروبات قديمة. الشواطئ الجليدية مثل لارسن تشهد انهيارات هائلة، حيث تسقط قطع جليد بحجم مدن بأكملها في البحر، مما يخلق أمواجاً عملاقة. النباتات نادرة جداً، فقط طحالب وأشنات في المناطق الساحلية الدافئة نسبياً، حيث يمنع الجليد النمو، لكن هذه الحياة مهددة. ذوبان الجليد يقلل من مساحات الصيد، وارتفاع درجة الحرارة يغير دورات الهجرة. إذا استمر الاحتباس الحراري قد تختفي أنواع مثل البطريق الإمبراطوري بحلول نهاية القرن. أنتاركتيكا تذكرنا بأن الحياة في أقصى الأماكن ممكنة، لكنها تحتاج إلى حمايتنا. انظروا إلى هذه البطاريق الإمبراطورية، تقف بشموخ في وجه الرياح العاتية، تحمي صغارها بكل ما أوتيت من قوة. وهناك على الجليد تستلقي فقمات اللومويديل مستمتعة بأشعة الشمس النادرة، بينما تحوم طيور القطرس العملاقة فوق المحيط المتجمد كأنها أسياد السماء. كل مشهد هنا هو لوحة فنية، وكل صوت هو جزء من سيمفونية الطبيعة العذراء. لكن خلف هذا الجمال الساحر تكمن أسرار عميقة تنتظر من يكتشفها، وقصص تحكي تاريخ كوكبنا، وتحديات تهدد مستقبل هذا المكان الفريد. هنيكو هي أنتاركتيكا، عالم من الجليد والحياة، عالم يكشف لنا عن الماضي ويحذرنا من المستقبل. انضموا إلينا في هذه الرحلة المذهلة إلى قلب القارة القطبية الجنوبية. في قلب هذه العزلة الجليدية ينبض عقل البشرية الساعي للمعرفة. هنا تنتشر محطات الأبحاث العلمية كواحات من الدفء والضوء في صحراء بيضاء لا متناهية. إنها مراكز متطورة تجمع أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، متحدين الظروف القاسية لكشف أسرار كوكبنا. دعونا نلقي نظرة أقرب على مشروع إيبيكا، أو المشروع الأوروبي لاستخراج عينات الجليد في القارة القطبية الجنوبية. تخيلوا آلات عملاقة تحفر في عمق الغطاء الجليدي، ليس لمئات بل لآلاف الأمتار. كل طبقة من الجليد هي صفحة في كتاب تاريخ الأرض. من خلال تحليل هذه العينات الأسطوانية التي تسمى اللب الجليدي، يستطيع العلماء العودة بالزمن لمئات الآلاف من السنين. إنهم يدرسون فقاعات الهواء الصغيرة المحبوسة داخل الجليد، والتي هي في الواقع عينات من الغلاف الجوي القديم.
هذا يسمح لهم بمعرفة تركيزات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، وفهم كيف تغير المناخ عبر العصور. هذه البيانات لا تقدر بثمن، فهي تساعدنا على بناء نماذج دقيقة لمستقبل مناخنا وفهم تأثير أنشطتنا الحالية على الكوكب. العمل هنا ليس سهلا، فالعلماء يعيشون ويعملون في درجات حرارة قد تصل إلى 80 درجة تحت الصفر، لكن شغفهم بالاكتشاف يدفعهم للاستمرار. إنهم أبطال مجهولون على خط المواجهة في معركة فهم كوكبنا. أنتاركتيكا ليست مجرد مختبر لدراسة الأرض، بل هي أيضا ساحة اختبار مثالية لتقنيات المستقبل المصممة لغزو الفضاء. الظروف هنا قاسية ومنعزلة، تشبه إلى حد كبير بيئة المريخ أو أقمار الكواكب الأخرى. لذلك تقوم وكالات الفضاء مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية باختبار أحدث معداتها هنا. نرى الروبوتات والمركبات المستقلة تتجول عبر التضاريس الجليدية، تختبر قدرتها على التنقل وجمع البيانات في بيئات غير معروفة. كما يتم اختبار بدلات الفضاء الجديدة والمعدات الحيوية لمعرفة مدى قدرتها على حماية رواد الفضاء في الظروف القاسية. هذه التجارب تساعد المهندسين على تحسين تصميماتهم قبل إرسالها في مهام فضائية باهظة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر. لكن بينما نتطلع إلى النجوم، نواجه تحديات خطيرة هنا على الأرض. هذا الجمال النقي ليس محصنا ضد بصمة الإنسان. التلوث البلاستيكي الذي يجتاحه التيار المحيطي بدأ يظهر حتى في هذه المياه البكر، مهددا الحياة البحرية. والصيد الجائر، خاصة لصيد الكريل الذي يشكل أساس السلسلة الغذائية في أنتاركتيكا، يهدد بتدمير النظام البيئي بأكمله. فكل بطريق وفقمة وحوت يعتمد على هذا المخلوق الصغير للبقاء على قيد الحياة. إنها مفارقة مؤلمة. فبينما نستخدم هذه القارة للتحضير لمستقبلنا في الفضاء، فإننا نخاطر بتدمير حاضرها الهش هنا على الأرض. رغم التحديات، تظل أنتاركتيكا مثالا فريدا للتعاون الدولي. بموجب معاهدة أنتاركتيكا الموقعة عام 1959، تم تخصيص القارة للسلام والعلم فقط. اليوم في 54 دولة طرف في هذه المعاهدة تعمل معا للحفاظ على هذا المكان الفريد. الإعلام ترفرف جنبا إلى جنب في محطات الأبحاث، رمزا للوحدة التي تتجاوز السياسة والخلافات. العلماء يتبادلون البيانات والاكتشافات بحرية، مدركين أن التحديات التي تواجه أنتاركتيكا هي تحديات تواجه البشرية جمعاء. لكن هذا التعاون يواجه الآن أكبر اختبار له على الإطلاق. الأزمة الحقيقية التي تهدد أنتاركتيكا والعالم بأسره هي تغير المناخ. الرسومات البيانية والبيانات العلمية لا تكذب. الجليد يذوب بمعدل متسارع ومقلق. الأنهار الجليدية التي كانت مستقرة لآلاف السنين تتراجع الآن بسرعة، والصفائح الجليدية الضخمة تتشقق وتنهار في المحيط. هذا الذوبان لا يهدد فقط موائل البطاريق والفقمات، بل له عواقب وخيمة على الكوكب بأسره. فكل قطعة جليد تذوب تساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد المدن الساحلية والمجتمعات حول العالم. إنها أزمة صامتة تحدث في أبعد مكان على وجه الأرض، لكن أصداءها ستصل إلى كل واحد منا. مستقبل أنتاركتيكا لم يعد مجرد قصة عن قارة بعيدة، بل أصبح مرآة لمستقبلنا الجماعي. وصلنا إلى نهاية رحلتنا في هذه القارة الساحرة والمهددة. لقد رأينا جمالها الذي لا يضاهى، وشاهدنا الجهود العلمية الجبارة لكشف أسرارها، ولمسنا التحديات التي تواجهها بسبب أنشطتنا. أنتاركتيكا ليست مجرد كتلة من الجليد في نهاية العالم، إنها نظام إنذار مبكر لكوكبنا. ما يحدث هنا اليوم سيؤثر على العالم غدا. إنها مسؤوليتنا جميعا كبشر أن نحمي هذا التراث العالمي. المستقبل ليس مكتوبا بعد، وأفعالنا اليوم هي التي سترسم ملامحه. فهل ستظل أنتاركتيكا قارة للسلام والعلم، أم ستصبح ضحية إهمالنا؟ السؤال الأهم هو: ما الذي يمكننا فعله كأفراد ومجتمعات لحماية مستقبل هذه القارة المتجمدة؟ شاركونا أفكاركم وآراءكم في التعليقات أدناه. إذا أعجبكم هذا المحتوى وأردتم استكشاف المزيد من عجائب كوكبنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.
شكرا لمشاهدتكم، وإلى اللقاء في مغامرة جديدة.